كلكم غادي تكونوا شفتوا الفضيحه والكارثه اللي دارت الشركه ديال شيئين. الشركه ديال شيئين واحد الشركه ديال الملابس اللي اتهمت بانها كدير مواد مسرطنه في الملابس ديالها، وحتى انها كتستغل الاطفال الصغار وكتشكل العنف على العمال اللي خدامين عندها، وفهمت بواحد الطريقه اللي شوف كارثه. اليوم غندير واحد الفيديو كارثي. فشكون هي هاد الشيئين؟ واش بصح الملابس ديالها فيها مواد مسرطنه؟ وعاوتاني واش بصح كتستغل الاطفال الصغار؟ هادشي كامل غادي نشوفوا الفيديو. واخيرا غادي نخلي واحد النقطه هي الاخرى، العمال ديالها واش بصح كتخلي العمال ديالها بالجوع وهادي، وكتمارس على العمال ديالها العنف وابتزاز وداك الشيء. هادشي كامل غادي نشوفوا في الفيديو. خليو لنا واحد لايك، كومونتير، سبسكرايب، واسمحوا لي راني مريض شويه، يعني الصوت ديالي غادي يبان لك شويه مخربق، مع راني مخنوق شويه وهادي. هادشي اللي كاين. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي يكون مزيان. انا قد ضروري خصني نصور لكم فيديو واخا مريض، وتشاركوا في القناه. وشي اللي كاين خليكم مع الفيديو. شيئين واحد الشركه اللي عندها كل شيء، عندها الفلوس، عندها المصانع مزيانين، عندها الملابس مزيانين، ولكن حاجه وحده اللي ما كايناش. وهادشي كامل اللي كداب راه ما كافيش قدام هادشي اللي غنقول دابا. حاجه وحده اللي ما عندهاش هي السمعه ديالها. فشنو دارت هادشيئين اللي خلات كلشي ولا يهضر عليها؟ كاع الصحف، كاع التلفازات، كاع اليوتيوبرز اللي كيهضروا عليها، منهم انا غادي نهضر عليها. شنو دارت؟ شنو المصيبه اللي دارت؟ هادشي كامل غادي نشوفوا في هذا الفيديو هذا. خليكم معنا. شيئين ارتكبت واحد الغلط اللي فظيع بزاف، اللي هو استغلت الاطفال الصغار بانها حطت واحد البوست في واحد الدميه، وواحد الدريه صغيره ما كاملش وقع العمر ديال 60 ولا 7 سنين، هز داك الدميه ودار واحد الملامح بوجهها اللي بحال تقول كئيبين، شي حاجه كتمارس عليها بزز. دونك حتى هنا غادي تقولي كلشي عادي، ولكن الحاجه اللي ماشي عاديه، هاد الدميه هادي ماشي ديال الدراري الصغار، ولكن مخصصه للناس الكبار بواحد الاستعمال اللي اخر ما غاديش نقدر نقولوا الاستعمال هذا. اكيد ما غاديش نقدر نقولوا الاستعمال، لانه واحد الاستعمال لا حول ولا قوه الا بالله فيه. فهمتي؟ كما قلت لكم ديك الدميات ماشي كيستعملوا من الدراري الصغار، ولكن مخصصه للدراري الكبار ولا الرجال الكبار، يعني البالغين، لانهم كيديروا شي حوايج وشي تصرفات اللي ماشي تلهيه، يعني غير اخلاقيه. ودارت في البانو ولا في الاشهار دريه صغيره، فهادشي اللي خلات انها فرنسا تنوض لها وترفع عليها قضيه. ومع ذلك حيدت لابليكاسيون ديالها من فرنسا، يعني شيئين تحيدت من فرنسا بصفه نهائيه، غير لي زابليكاسيون. ومن الفوق دارت على واحد الغرامه ماليه اللي فيها تقريبا شي 200 مليون دولار، اللي هي 200 مليار سنتيم مغربي. هادشي كامل درتو شيئين على قبل الفلوس، لان شيئين كيبان لها الفلوس هي كل شيء. الفلوس هي اللي غتحل المشاكل، الفلوس اللي غادي تغني كل شيء، الفلوس هي غادي ترضي الكليان. شيئين باش تدافع على راسها، ناض الرئيس ديالها ولا المدير ديالها اللي صنع اصلا هاد الشيئين هادي، قال بواحد اللقاء صحفي بان الدراري الصغار عنده عزاز وما كاين حتى شي علاقه بداكشي اللي كانوا كيتخيلوا هما اصلا في راسهم. زعما فهمتي؟ بغى يقول انا راه كنحبوا حنا الدراري الصغار وما كاين حتى شي حاجه من داكشي اللي كتفكروا فيه. وزعما هادشي كامل اللي داروا الصحف وداروا لي زانفيرونسور كامل بغاو يطيحوا به السمعه ديالهم، اللي اصلا السمعه ما عندهمش، كاع السمعه ديالهم طاحت من شحال هادي، ماشي غير دابا. دزنا هذا الموضوع ديال الدراري الصغار ولا ديال استغلال الاطفال الصغار، وغادي ندوزو المواد المسرطنه اللي كتستعمل في الملابس ديالها، اللي اكتشفت انها كتستعمل مواد اللي جد خطيره. كتستعمل واحد المواد اللي مسرطنه 100%، وماشي غير كميه صغيره ولا الكميه القانونيه اللي كيتوصى انها تستعمل بها، ولكن كميه اللي مبالغ فيها صراحه. اكيد غادي تقولوا شنو هو المصدر ولا شكون اللي اكتشف انها كدير المواد المسرطنه. شكون اللي اكتشفها؟ هما واحد الناس كوريين تقداو من عند شيئين اصلا باش يعرفوا الكوريين وشنو ما كيتحاملوش مع بعضياتهم. دونك مشاو هزاو تقداو من عند شيئين وداو الملابس ديالهم المختبر باش يشوفوا زعما شنو مناش مصنوعه. والصدمه الكبيره اللي خلاهم انهم يخرجوا يقولوا هادشي كامل، اكتشفوا بانها كدير واحد الماده اللي سميتها الفتالات ولا شي حاجه بحال هكا. هاد الماده هادي خطيره وكتجيب السرطان محدك انك لابسها. الا بقيتي معرض لها بزاف راه غادي دير لك السرطان 100%، ما كاين حتى شي منازع. السلطات ملي داروا الابحاث ديالهم المعمق، فهمتيني راكم عارفين، داروا الابحاث ديالهم معمقين ولقاو بان هاد الماده ديال الفتالات هي اصلا قانونيه، ولكن ماشي بهاد الكميه اللي داروا هاد الناس هادو. لقاو بانه كتوصل ل 229 دوبل ديال هذاك الشيء اللي موصينهم به. دونك بحال دابا مثلا هاد الماده هذه كتستعمل 1%، ولكن هما راه داروها 229%. هاد الماده ماشي خطيره بحد ذاتها، ولكن كلشي كيستعملها لانه كتخلي البلاستيك لين. داكشي علاش الناس كيستعملوها في الملابس وشحال من حاجه. ولكن هاد الناس اخويا، راه الناس هادو، السؤال هنا هو علاش الناس اللي عارفين هادشي كامل بانه كتستعمل مواد مسرطنه، واخا هكاك مع ذلك كيمشيو يشريو من عندها الملابس ديالهم، وراكم عارفين علاش نتوما عارفين هادشي كامل باش تقطعوا هاد الشركه ولا شنو. ببساطه هاد الشركه هذه كتبيع واحد الثمن اللي رخيص وما كيدخلش العقل. داكشي علاش الناس كيدلجوا على هاد الشركه هذه. بحال دابا مثلا هاد التريكو هذا اللي بغيتي تمشي تشري من عند شي شركه اخرى، مثلا زارا ولا شي حاجه بحال هكا، كيتقام عليك ب 400 درهم اللي هي 40 اورو ولا 40 دولار. ولكن اللي تجي تشري من عند شيئين كتلقاه كيدير فقط شي 30 درهم 40 درهم، يعني الثمن اللي طيح
طيح الارض نطحطح. المواد باش مصاوبين هاد الملابس هادوك مواد اللي رخيصه بزاف، داكشي علاش اصلا الثمن رخيص بزاف. دابا غادي ندوزو داك النقطه ديال العذاب النفسي والجسدي اللي تمارس على العمال ديالها، بانه ولينا كنشوفوا بزاف ديال لي زانفلونسور واللعيبات ولا كيخرجوا واحد الفيديوهات ديال ملي كيتقدموا عند شي كولي ولا شي حاجه كتوصلهم وفيها واحد الرساله ديال تحت فيها هيلب مي ولا فهمتي عتقوني من هاد الناس هادو ولا شي حاجه بحال هكا تقريبا. Pieces of unfolded papers fell out. I opened one up and they all say the same thing. You are going to die in this. ببساطه هاد الرسائل هادو كيستعملوا العمال ديالها باش يعبروا العذاب اللي عايشين في ديك الشركه هذيك وتستريس الخدمه وشحال من حاجه. ما غاديش يجيو هما من ذات راسهم غادي قالوا اجي نكتبوا رساله وكتبوا فيها عشقوني ولا هذه، دونك راه ما كتدخلش العقل. واحد القناه امريكيه ولا برنامج امريكي سميتو BBC مشهور في ميريكان، مشى واحد النهار تقمصوا الدور ديال العمال ديال ديك الشركه ومشاو زعما باش يصوروا المراحل وظروف العمل. تما كانت الصدمه بانه ولينا كنشوفوا شي حوايج وشي تصرفات ديال العمال تما اللي خايبه بزاف. تخيلوا معايا العمال ديالهم كيخدموا 18 ساعه في النهار وكتشرط لهم 6 سوايع نعسوا فيها ياكلوا فيها يديروا فيها اللي بغاو، يعني 6 سوايع ما كافياش فهمتي. انا براسي كنعس 9 سوايع ولا 8 سوايع، دونك 6 سوايع شنو دير لك في النعاس. وثاني حاجه كيتخلصوا على كل قطعه صوبوها، ماشي كيتخلصوا الساعه ولا كيتخلصوا النهار ولا كيتخلصوا الشهر، لا كيتخلصوا على كل قطعه صوبوها، وهما ملزمين انهم يصوبوا قطع اللي بزاف. بحال دابا مثلا ملزمين انهم يصوبوا 500 قطعه اللي هي 500 قطعه لواحد. بحال دابا انا انسان خدام تما خاص يصوب 500 بياسه ديال الحوايج كامله، ولا ما خرجتهاش ما غاديش نتخلص الخلصه ديالي كامله في الاخر الشهر. حنا نقولوا كاع 18 ساعه و 500 بياسه في النهار، شحال كاع غيتخلصوا؟ 2 مليون 3 مليون 4 5 كاع؟ لا هادشي كامل كاع ما كاين. الخلصه اللي كيتخلصوا هما ما كتوصلش ل 5000 درهم، يعني كيخدموا 500 بياسه ولا 500 قطعه ديال الملابس باش في الاخر يتخلصوا 5000 درهم، وعلى داكشي ديال 18 ساعه كامل وستريس الخدمه كامله. دونك بسيف انهم يخرجوا داك الرسائل من معمل ولا هكاك باش يقولوا زعما يطالبوا النجد الناس باش يعاونوهم. يعني الخلاصه الكامله الشيئين عنده واحد السمعه اللي خايبه بزاف وما موفراش اصلا ظروف العمل ممتازه للناس. كما قال واحد الدري سميتو اسامه، غادي نشوفوا دابا الفيديو ديالو، قال لك الا شريتي من عندهم بحال شريتي العذاب ديال انسان اخر. بحال لما مثلا هو كيصاوب فهمتي القطعه بزاف دغيا باش يخرج لكم نتوما وهو راه معذب عليها وانت غادي تشري العذاب ديالو، دونك غادي تزيد الشركه تعذب العامل اكثر. ندوزو للفيديو ديال اسامه نشوفوا الفيديو ديالو كيفاش البلان ديالو. هنا وقع دخل المعمل ديال الشائين، حنا غادي نشوفوا البلان كيفاش داير. حنا حاليا كنتواجدوا قدام اكبر ستور ديال شائين اللي كاين في فرنسا، بالضبط كاين في باريس. ها هو مورايا، تخيلوا معايا في نفس البيريود في نفس السيمانه اللي كانت خارج عليهم اكبر فضيحه، في نفسها داروا اكبر افتتاح. ها هو مورايا، ها هو فينا وشو. وفي هذا الشارع بالضبط اللي مورايا كانوا احتجاجات ديال الناس ساخطه غاضبه كيغوتوا كيعرعروا هنايا، حيت كما قلت لكم دارت فضيحه كرويه بامتياز. فهمتي فضيحه من قنبله الموسم. غندخلوا ليه غنضربوا فيه واحد الدور وغنديروا عمليه استكشافيه ميدانيه باش نعرفوا الاثمنه اللي خدامين بهم وكيبيعوهم تما في السطور واش نفسهم اللي كاينين في الستيت او لا. ها هي اون فاس معايا كيبان لي الناس كاينين راه بحال نساو بحال بالزربه سمحوا لي، بحال الدنيا هانيه باكي بحال قضيه عامه. اجي ندخلوا حنا كاع بسم الله يلا زيد. هي الدنيا كتبان ناضيه وتقول ماشي هما اللي دايرين المشاكل والمصايب. اول ملاحظه كنلاحظها بان الاثمنه الاخوان راه زايدين بزاف بالمقارنه مع السيد. راه دابا هنا غادي نرجع لديك النقطه ديال ديك المواد المسرطنه. دابا وقال شفت هاد اللقطه قالها في الفيديو ديالو. اوروبا شخصيا فاش كتبغي تخرج شي منتوج ولا تخرجوا انه يتباع في السوق ضروري كدير عليه بزاف الرقابه وبزاف الحراسه. داكشي علاش انه ما كيكونش في ديك المواد بزاف وتيكون اكثر تشديد في الحراسه ديالو، دونك ما غاديش يدوزوا عليهم داك المواد كاملين. داكشي علاش كيستعملوا مواد اخرين اللي كبار واللي غاليين باش انهم يخرجوهم. داكشي علاش كتشوفوا بحال دابا مثلا هذا البرودوي هذا كيدير 27 اورو وفي السيت كتلقاه كيدير 14 اورو، دونك كاين فرق ديال تقريبا 10 اورو اللي هي 100 درهم. غريب. فاشي علاقه ما كاينه غير 20 30 40 50 70 75، اما داكشي ديال 2 3 4 راه ما كيدورش كاع بمره. والقضيه غريبه بزاف. علاش نتوما حليتوا فرع داكشي اللي عندكم في الابليكاسيون كاين في الفرع وماشي بنفس الثمن مضروب فوق 20؟ عاد تقول لي اسامه الثمن طلعت ولاو عندهم بزاف لي شارج، الكرا والماء والضوء والعمال والخدامه وهادشي. غنقول لكم عندكم الحق الثمن خاصو يطلع ولكن ماشي لهاد الدرجه. راه الثمن ولكن عاوتاني راه حتى فاش كيبيعوا في السيت راه عندهم لي شارج بزاف، تقريبا عندهم لي شارج ديال حتى في المصنع حتى في الماء والضوء وشحال من حاجه فهمتي. وثاني حاجه كيديروا الدروب شيبينغ، يعني كيديروا ليفريزون في العالم كامل، يعني
على ضروري غادي يكون حتى هو محسوب مع لي شارج. ولكن في المحل ما كيديروش ليفرازون، ما عرفتش. ولا مضروب فوا 5، وحتى من الثمن اللي كيبيعوا به هو نفس الثمن اللي كاين في فرنسا كامله ديال الحوايج. يعني اكثر حاجه كانوا هما مشهورين بها واللي هي كيبيعوا بثمن قليل ما بقاتش عندهم، ولاو كيبيعوا بواحد الثمن اللي كاين عند كل شيء. واش فرنسا هي اللي فرضات عليها تبيع بالثمن؟ الجواب هو لا. حتى هنا اخويا نوقفوا. هادشي كامل اللي قال راه صحيح، ولكن ما اتفقش معاه في ديك النقطه ديال الموضوع. راكم عارفين لي شارج راه كيتقاموا في المحل بحال السيت. يعني السيت تا هو راك تخلص عليه بشحال شريتي، كتخلص عليه العمال اللي خدامين فيه، كتخلص فيه شحال من حاجه. يعني هادشي ما فيه كيبررش انهم يديروا داك المواد المسرطنه ليماهم. هادشي اللي كاين الاخوان. كنظن انه الفيديو يكون عجبكم. ما تنساوش لايك كومونتي سبسكرايب، وقولوا لي واش عجبكم هذا الكونتنت هذا باش نبقى نديرو زعما في الشين ديالي. هادشي هادي غتكون مختصه غير بالرياكسيون مثلا هاد الفيديوهات هادو بشحال من حاجه. دونك هاد الشين هادي فيها بزاف د الحوايج، بزاف ديال لي كونسيبت عجبو كلشي، ماشي بحال شي الاخرين. تهلاو لي فراسكم. بيس.